صباح الخير للأشخاص الذين لا تبدلهم الأيام ولا تفرقهم المسافات ولا تغيرهم الظروف. من الأمور التي يندم عليها الإنسان آخر حياته أنه بذل جل جهده في تطوير علاقته بالناس ونسي الله. لا تنتظر شيئا يقدم لكم أحد من الناس، انتظروا هبات الله بدون توصيف أو تحديد. عندما يقدر الله العطاء لكم سيأتيكم دون أن تشغلوا عقولكم بالوسيلة التي ستحمله إليكم. قال: الله معي وسيغمرني بما يسرني من حيث لا أحتسب. لا تعاتب الآخرين كثيرا. من يريدك باستطاعته أن يخلق 1000 قصة ليحادثك، ومن لا يريدك باستطاعته أن يخلق 1000 عذر ليتجنبك. علمتني الحياة أن أتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتي، وغناهم لن ينقص من رزقي، وصمتهم لن تسلبني عافيتي. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. لا تحزن إذا شعرت بكثرة الضغوط في حياتك، فاعلم أن الله سيخرج أجمل ما فيك بعد أن يختبر صبرك. اللهم زدنا رضا وإيمانا بقضائك وقدرك، والصلاة والسلام على رسول الله. أجي اختي تدخل تعلم لك الصنعة، راه والله ما كاين بحال الصنعة في اليد الواحد. احسن ما تبقى نهار وما شاده تيكوموند وكتفرج في التلفازه. الواحد يتعلم الصنعه تنفعو بعدا، حتى اذا ما دار بها حتى حاجه يخدم بها غير حويجات راسو. والصلاه والسلام على رسول الله. تحياتي لكم. اجي اختي تدخل تعلم لك الصنعه، راه والله ما كاين بحال الصنعه في اليد الواحد. احسن ما تبقى نهار وما شاده تيكوموند. علمتني الحياه ان اتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعاده الاخرين لن تأخذ من سعادتي، وغناهم لن ينقص من رزقي، وصحتهم لن تسلبني عافيتي. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من البارطاج والبصمة لتعم الفائدة.